غذاء ودواء مع قناة نفيسة بيوتي، مهم في الأعياد والمناسبات الصيف والشتاء. يقوي الجهاز المناعي ويساعد على محاربة الالتهابات. غني بالفيتامين سي، مقوي للعينين والنظر والبصر. يساعد على تنظيف الجسم من السموم، خاصة تنظيف الكبد. ويساعد على إنتاج الكريات الحمراء في الدم. معالج لفقر الدم، ويخلص من الكوليسترول دهون ثلاثية. وكذلك يخلص بشكل كبير من مشكل القبض والإمساك. وصفة مع قناة نفيسة بيوتي للمتتبعين والمتتبعات الأعزاء، ونتمنى أن تعتمدوهم في أعيادكم ومناسباتكم، ونتمنى لكم فرجة ممتعة. أول شيء هنا كما تشاهدون معي، أخذت الثوم. من الأفضل أن يكون أحمر. وعندنا مكون آخر، عنصر غذائي أساسي يرتبط في الغالب بتحسين أداء الجهاز الهضمي، يمنع القبض والإمساك، ينظف الأمعاء وكذلك القولون، مهم لصحة القلب والأوعية الدموية والتمثيل الغذائي. به عدد كبير من الألياف، وكذلك يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم للأشخاص الذين يعانون من مشكل الاضطرابات. وقبل هذا سأحتاج إلى مقوي مناعة مدمر الخلايا السرطانية. البصل، وأنتم تعلمون علاقتي بالبصل، وهام كغذاء لمرضى السكري والكوليسترول، وكذلك لمن يخافون من الكوليسترول الضار LDC. نقوم بتقطيعه. المرجو منكم اعتماده خلال هذه الفترة الصيفية في وجباتكم وتغذياتكم وكذلك وصفاتكم. حيد لي زر غادي يعمر لي بخربيق. للنظر والبصر سنحتاج للجزر. شراكي تدخلي هادشي من هنا. اللوبيا ديريها مع اللوبيا وحطيها لهنا تنجي نديرها فوق البوطاجي. وقف ديدوك المهم اللي كيبغي يتسخن ما تيخليش كميمو هكا كاين. هنا حبة واحدة كافية لكي لا نقع في مشكل ارتفاع السكري. من الأفضل تكون رقيقة، وهو غني بالبيتا كاروتين، الشيء الذي يعطي النضارة للوجه والبشرة ويصفيها من مشكل الكلف. ويحتوي كذلك على الفيتامين A والمعادن الضرورية والفيتامينات كالفيتامين A C E C، وكذلك الحديد الذي يساعد على تقوية المناعة عبر طرق مختلفة، ويقلل لنا الالتهابات كما سبق والذكر، خاصة لمن يعانون من مشكل التهابات المفاصل. سنحتاج إلى مكون يساعد على التخلص من تخثر الدم خاصة عند كبار السن، ولكن قبل هذا سأحتاج إلى مقلاة أضع فيها البصل. بعد ذلك أقوم بإضافة القليل من زيت الزيتون، الزيت الذي كنت حضرته معكم في الحلقات السابقة بالأعشاب المقوية للمناعة. أكيد بالنسبة للمذاق تيكون جد رائع، وهو سر الطباخات الماهرات والتريتورات الكبارين. فوالا، هنا كنكون خديت اللوبيا قبل اللي كتنفع للتخسيس وللتخلص من مشكل الوزن الزائد، ووضعتها فورتها، ومن بعد
نقوم بالوضع ديالها في هذه المقلاة ونضيف عليها باقي المكونات. انا ملي كتفور ما كنفورهاش بزاف لانها بغيتها تحرق لي الدهون اللي تتكون في البطن، وكذلك تخلص من مقاومة الانسولين، الاحساس بالجوع، وكتخليك تحس بالشبع. فوالا غادا طيحه بنيتي داك الكاس. وهنا نمروا للمرحله المواليه. نوضع الثوم، زيت الزيتون، ملح القليل فقط، ومن الافضل عدم استعمالها باش ما يرتفعش ليا الضغط بالمره. ونضيف كذلك بابريكا او السودانيه على حسب المتوفر عندكم. انا شخصيا هنا ضفت تحميره. نقوم بعمليه الخلط التحريك. نضيف الابزار، القليل من الزنجبيل اذا كنتم تحبون الزنجبيل، واكيد المكون اللي استعملته في العصير هو الزنجبيل. نحاول انها تزيد كامله ندوزو على هاد اللعيبه. هنا غادي ناخذ قطعه اخرى من القرع الاحمر، نقوم بالتقشير ديالها باش غادي نحضر الوصفه الثالثه. كنديرها في الماء، كنخليها تسلق، نضيف معها القليل من القرفه او الدرسين، ونضيف معها كذلك قطعه صغيره من الزنجبيل. وفي حالة الا ما كنتوش عندكم السكري كنضيفوا ساشي من الفانيلا. نخلي كل شيء فوق النار مع نصف لتر من الماء، ونجي هنايا نقوم بخلط هاد المكونات، هاد السلطه اللي ممكن انكم تعتمدوا حتى في سيدنا رمضان في الخرجات الصيفيه ديالكم، الا كنتو غاديين للبحر، غاديين للنزهه، غاديين للغابه، وكذلك مرافق للمشاوي. وغادي نضيفوا عليه مكونات اخرى اللي غادي تخليه صحي اكثر. هنا غادي ناخذ هذا ديالي، وغادي نوضع فيه حبات من الاناناس. انا ديجا كان عندي في المجمد الوقت اللي كيكون رخيص كناخذو كنوضعوه في بلاطو، ومن بعد كنجمعو وكنضيف هنا الماء بارد، ومن الافضل يكون ديال سيدي حرازم، يعني ماء معدني لغسل وتنظيف باقي الجسم. غادي ناخذ قطعه من الحامض غادي نخليها جانبا، وناخذ ما تبقى الحامض. هنايا عندي القشره ديالو رقيقه، نقوم بعمليه التقطيع بهذا الشكل. فوالا نحيد لي العظم. وهنايا كيف شفتوا معايا كنقطعوا القطع رقيقه. بالنسبه للعصير الثاني كنضيف معاه ياغورت اللي كيكون مسوس او نطحنو غير هكا كاين. وهنا العصير الاول نقوم باضافه المكونات بالكامل. كان عندكم بذور كتان او زرع الكتان، بذور شيا، ممكن انكم ديروها. انا كنحبذها علاش؟ لانها مهمه لينا خلال هذه الفتره بالنسبه للناس اللي تعانيوا من مشكل او تخافوا من نقرس واضرار اللحوم. فوالا. وهنا نقوم بطحن المكونات كيف غادي تلاحظوا معايا.
من بعد كنرجعوا للوصفه الاولى ديالنا اللي كناخذوا فيها ما تبقى من هذاك شويه ديال الحامض، نقوموا بالعصر ديالو. فوالا كيف كتشوفوا معايا الشكل ديالها، ما كنخليهاش كطيح تماما، كتكون مازال باقا قابطه في راسها. وكنضيف معاه الزعتر او اليازير ملك الاعشاب. انا شخصيا كنبغي هاد الاعشاب بزاف ندخلها في التغذيه ديالي وديال الوليدات ديالي، لانه فعلا تينفعهم حتى بالنسبه للبرد وتقويه المناعه ديالهم. فوالا نقطع هاد المورسو هكا، نزوق به بالنسبه للناس اللي بغاو يزيدوا منه. وصلنا للنهايه ديال الحلقه ديالنا، ما بقى لينا الا نودعكم. شكرا خاص على المتابعه، والى اللقاء في حلقات اخرى وفيديوهات اخرى ان شاء الله باذن الله، فيديوهات يوميه لعيد الاضحى، وكذلك الصيف غادي ترافقكم خنفسه بيوتي بها. يلا تهلاو فراسكم والى اللقاء.